تعالى احكي لكم على اجمل وزيرة اقتصاد في الدنيا، الله يرحمها. اللي لو كانت هنطبخ النهارده طيور يبقى نشيل الكبد والقوانص اللي بيزفروا الشوربه دول، ولما يتجمعوا نحشي بيهم صواني المكرونه بالبشاميل والجلاش كبديل اروع من اللحمه. ولو هنطبخ النهارده لحمه يبقى نشيل قطعه منها على جنب وعلى الفريزر، وحته على حته على اخر الشهر تعمل طبخه. وكبرت يا امي وبقيت زيك بحافظ على النعمه، حتى فتافيت الجبنه الرومي اللي بتتبقى في العلبه بقيت بحوشها واحول الكام معلقه صغيرين منها دول لقالب جبنه بحاله، بخطوات بسيطه وبطريقه عبقريه. فيلا بينا. لترين حليب دسم من عند اللبان، هدفيهم دفى خفيف جدا عشان يبقوا زي دمعه العين كده. اطفي النار واضيف لهم 3 معالق كبار من عصير الليمون، عليهم 7 معالق كبار خل، وقلب لحد ما المواد الصلبة تفصل عن الشرش بالشكل ده، فأقوم مصفياهم كده. أما الشرش ده بقى فكنز، اوعي ترميه، هقولك بنعمل بيه ايه آخر الفيديو. انزلي بالجبنة بتاعتك في صينية وهاتي بولة فيها معلقة كبيرة مية، ودوبي فيها معلقة من ملح الليمون ومعلقة صغيرة زيها من البيكربوناتو أو البيكنج صودا لحد ما تفور بالشكل ده. انزل بالمادة الفوارة دي على الجبنة، وبعد كده ملحها بشوية ملح، ونضيف لها قيمة ربع كوباية كده زبدة. وما تقلقيش من كمية الزبدة دي، عشان الجبنة بتاعتي هتاخد كمية الزبدة اللي هي عايزاها، والباقي هيفصل وهيتحول لسمنة هصفيها واستخدمها في المطبخ بعد كده. المهم عايزاكي تقلبي المكونات على نار هادية جدا، وبعدين تضربيها بالهاند بلندر او بالكبة لحد ما تنعم خالص وتاخد كفايتها من الزبدة والباقي صفيه. هي كده، ولحد هنا جبنة تشيدر طبيعي طعمها يجنن. بس انا بقى عايزة اقوي النكهة، فاقوم جايبة قيمة 3-4 معالق كبار بس كده من فتافيت الجبنة الرومي، اللي يا حبذا تكون رومي بطارخ او قديمة عشان النكهة تبقى اقوى. بضيف كمان لون غذائي صحي وده اختياري، هو والفلفل الاسود الحب اللي انا حطيته ده، واقعد امط في الجبنه واقلب فيها لحد ما تتجانس مع بعضها ومطتها تعلى وتعلى بالشكل اللي يجنن ده. اقوم واخدها جري على اي قالب واكبسها باي تقل، واسيبها بقى كام ساعه تبرد كده وابتدي اقطعها. وشوفوا لي بقى الكام فتفوت الجبنه دول عملوا لي قالب جبنه قد ايه، وانا مش ببالغ، وانتوا لما تجربوا هتحكموا. جبنه رومي تجنن زي اللي بنشتريها، ما تفرقش عنها حاجه خالص. حطيها مباشره في السندوتشات او احشي بيها الفطاير والبيتزا والمعجنات، مطتها هتطلع معاكي للسقف. اما عن شرش اللبن بقى يا جماعه، فعودوا نفسكم تشربوا كوبايه منه الصبح، لانه بيتصنع منه الواي بروتين المهم جدا جدا للحفاظ على الكتله العضليه. ده غير اني بسقي بيه الرز الابيض او الرز بشعريه فيتحول لطعم الرز المعمر بالظبط. وبيستخدم كمان كتونر طبيعي بيدي ترطيب ونضاره رهيبه بالذات للبشره الجافه. وفي النهايه خالص انا عايزه اقولك، المراه الصالحه إذا سكنت البيت سكن البيت. ربنا يرحمك برحمته يا أمي. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم وفرت لكم كده وفرحتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي دعوة جميلة كده لأمي الله يرحمها. أنا شيماء البهائي.